ازيكم عاملين ايه؟ بصوا النهارده هنكمل في السلسله بتاعه الاكل السريع ده، عشان لو حد مثلا عاوز يعمل اكلات سريعه مزنوق في الايام دي وفي امتحانات ومذاكره ووجع دماغ. فهنكمل في السلسله بتاعه الاكل السريع. النهارده هنعمل صدور فراخ زي الفاهيتا كده بس سريعه قوي ومنجزه جدا. وبصوا مش هتاخد وقت خالص معاكم وهتلاقوا طعمها حلو قوي، والاطفال كمان هتحبها جدا، يعني هتلاقوها طريه وفي نفس الوقت طعمها حلو. تقدميها مع رز ابيض، رز بشعريه، رز بسمتي، وفي نفس الوقت برضو مش بتاخد وقت خالص ولا هتوسخي مواعين كتير ولا اي حاجه. تعالوا نشوف المقادير مع بعض. هنجيب صدور الفراخ، نكون مقطعينها كده زي البانيه، وبعدين هنتبلها ببهارات هكتبها لكم تحت، وعصير ليمون، وكمان معلقتين زيت وصويا صوص، وكمان لو موجود دبس رمان تمام، مش موجود عادي. وكمان هنحط معاها توم مفروم. تمام. هقلبها كويس قوي، هخلي التتبيله كلها تدخل في الفراخ كده، تتبل كويس قوي، وهسيبها قبلها بيوم عشان الفراخ بتاعتي تلاقيها طريه معاكي ومش ناشفه او بتشد او اي حاجه. هتخليها قبلها بيوم متبله في التلاجة. ولو مزنوقه قوي ممكن تعمليها قبلها بخمس ست ساعات، هتبقى حلوه برضو، بس تزودي ايه، معلقه خل. تمام. هنتبلها بقى ونسيبها براحتها جدا. هاجي بقى اجيب طاسه على النار واحط فيها اي ماده دهنيه بتحبي تستخدميها، زيت، زبده، اي حاجه. وهبدا اشوح الصدور بتاعتي بالشكل ده. هديها الاول لون وهقلبها على الجنب التاني، كل ما تاخد لون هقلبها على الجنب التاني كده. هبدا اشوحها حلو قوي والنار تكون عاليه عشان ما تنزلش ميتها وتفضل طريه معايا وجوسي وما تنشفش مني يعني. بص خلاص تمام، انا خلاص كده قلبتها وخلاص حطيت الكميه بتاعتي كلها. هبدأ بصي، نزلت طبعا انا زودت شوية مية عشان عايزاها تستوي بقى. فبعد ما تتشوح انتي بتزودي شوية مية صغيرين عليها، ربع كوباية بس كده، وبتوطي بقى وتسيبيها تستوي خالص. لما تبدأ بقى خلاص استوت معاكي، وخلاص هتبدأي بقى تكملي سواها. بتعلي النار عليها عشان تاخد لون وتنشف معاكي شوية بالشكل ده. تمام. هبدأ بقى بس خلاص أعلي عليها وأسيبها. هبدأ أجيب شوكة كده أمسكها بيها وهقطعها ايه، قطع صغيرة كده، على حسب الحجم اللي انت عاوزاه. وهسيبها برضو في نفس الطاسة. هحطها على جنب بقى واحط معايا حتة زبدة. وهكون مقطعة بصل جوليان وفلفل اخضر، ممكن فلفل الوان، ممكن طماطم الحبة تحطي طماطم. بس انا حطيت بصل جوليان بس، وحطيت كمان فلفل اخضر، مش عايزة احط اي حاجة تاني عشان ايه، عايزة بس مش عايزاها زي الفاهيتا قوي، وفي نفس الوقت هاكلها برز والولاد عندي مش بيحبوا ساعات فلفل الوان. فانا حطيت بصل جوليان وفلفل اخضر بس. ممكن تحطي فلفل حامي كمان لو بتحبوا الحاجة سبايسي. اهم حاجة بس تشوحي الحاجات دي كويس قوي في الزبدة اللي احنا حطيناها، وهنقلب شوية كده حلوين مع بعض. وممكن بقى في الخطوة دي تقدميها خلاص على كده، وممكن تزوديها شوية مية لو عايزاها مثلا شوية الحاجة تدبل بس شوية. هتزودي شوية مية صغيرين وتغطي عليها. انا هنا قدمتها بقى مع رز ابيض بفلفل كده حلو قوي. ممكن تقدميها زي ما قلت لك مع رز بسمتي، مع طحينة، مع سلطة، مع أي حاجة زي ما انت حابة. بصوا بتبقى طعمها خطير وبتبقى حلوة قوي. وفي نفس الوقت في طاسة واحدة مش هتوسخي حاجات كتير ومنجزة. وبصي مش هتاخد وقت خالص معاكي بجد. جربوها ان شاء الله هتعجبكم. هسيب لكم كمان مقادير الحاجة تحت كلها، وهسيب لكم كمان طريقة الفاهيتا كنت عاملاها قبل كده، هسيب لكم اللينك بتاعها تحت. وهسيب لكم صدور الفراخ المشوية، جربوها هيعجبكم جدا. هتلاقوا اللينكات بتاعتهم تحت، ولو في اي حاجه سيبوها لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. ولو جربتوا حاجه يا ريت تقولوا لي جربتوا ايه وطلع حلو معاكم، وايه اللي ممكن جربتوه وهتجربوه تاني وهتعملوه تاني وحبيتوه. هستنى رايكم في الكومنتات. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وكمان لو مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا.